ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايلكم بفيديو جديد. حطي لايك واشتركي معايا في القناه لو انت لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو بقى النهارده. عندنا وصفه سهله سريعه، بسيطه خالص خالص. آه، زي ما انتم شايفين كده بمكونات بسيطه جدا جدا هنعمل وصفه تحفه. تنفع للفطار، تنفع تتحط جنب الغدا، تنفع عشاء خفيف، تنفع تتحط في اللانش بوكس لولادنا في المدرسه، تنفع تتعمل في الاير فراير، وينفع تتعمل تتقلي في الطاسه على النار. يلا نخش في المقادير على طول كده وما نطولش، بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين. ما تنسوش التعليق برايكم في الوصفه، ويلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه عندي كده النهارده ان انا عندي بطاطسيتين وسط كده، سلقتهم وهرستهم اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام. عندي هنا تاني بضايه. بصوا بضايه. عندي نص معلقه بيكنج باودر. عندي ربع معلقه كمون، ربع معلقه فلفل اسود ناعم، معلقه ملح صغيره. عندي هنا معلقه دقيق كبيره، معلقه هرميه. تمام. اول حاجه كده عندي ان انا هجيب البوله اللي فيها البطاطس. هبدا ان انا اكسر البيضه. بسم الله. افضيها كده. هي بيضه واحده بس يا جماعه. تمام. عندي بقى المقادير كلها ديت هنزل بيها. هبدا بقى كده ان انا بسم الله هبدا ان انا اقلب كل المقادير كده اهو. الوصفه ديت يا جماعه اسمها بان كيك البطاطس، اسمها بان كيك البطاطس. تمام. هبدا بقى ان انا اقلب كل المقادير كده بحيث ان كل المكونات تندمج مع بعضيها اهو زي ما انتم شايفين كده. انا بعد ما سلقتها هرستها كويس جدا، ما حطيتش عليها اي حاجه، هرستها بس هي لوحدها علشان عايزاها تبقى ناعمه، ما يبقاش في اي تكتلات فيها او اي حتت ما تكونش مهروسه كويس. هبدا بقى ان انا اقلب كده، هقلب كويس قوي. بس اهم حاجه ما تنسوش ان انتوا تمشوا على المقادير بالظبط وعلى الخطوات بالظبط علشان تطلع معاكم نفس النتيجه اللي باذن الله هتطلع معانا دلوقتي. انا تقريبا سرحت بالطبق، انا مش عارفه الرخامه مزحلقالي الطبق جامد. دلوقتي بقى بعد ما قلبت هعمل ايه؟ هروح على طاسه فيها زيت قليل على النار. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الطاسه على النار. بس اهم حاجه تكون طاسه مش ماده مش بتلزق، يعني سيراميك، جرانيت، تيفال، المهم ان هي تكون حاجه ما بتلزقش. تمام. هحطها على النار فيها شويه زيت صغيرين كده مش كتير، وهبدا ان انا احط فيها البانكيك البطاطس، هعمله اقراص. تمام. هحط بقى الطبق اللي فيه المكونات كده جنبي، او اللي فيه الخليط يعني جنبي، وهبدا ان انا اخد منه كميه بسيطه كميه بسيطه، وهعمل اقراص في الطاسه. هنزل مثلا حبه زي كده ماشي، وهبدا ان انا اشكلها كده ايه بالمعلقه. بصوا بقى انا حمرتها على وش وقلبتها على الوش التاني. زي ما انتم شايفين كده انا بستنى عليها ان هي ايه تتحمر على الوشين كويس، على نار متوسطه، مش عاليه قوي ومش هاديه قوي، وكمان مش بقلب فيها كتير عشان ما تتفككش مني. تمام. انا عاملاها بشكل عشوائي كده، مش لازم يعني تبقى مدوره مظبوطه. تمام. هستنى عليها بقى ان هي ايه تتحمر كويس، وبعد كده هوريها لكم في الاخر هتبقى عامله ازاي. بصوا بقى اول جزء بعد ما طلعته من على النار ولسه الطاسه على النار فيها تاني، هنكمل بقى اللي احنا بنحمرهم، وبعد كده بقى هوريكم في الاخر يبقى شكلها عامل ازاي. بصوا بقى يا جماعه البيكنج باودر، بصوا نخليها بتنفش ازاي في الزيت. شايفين؟ بصوا انا اقرب لكم شويه. بصوا نفشه ازاي في الزيت. بصوا شايفين؟ بصوا عايزه اقول لكم الريحه وهم، الريحه حلوه قوي قوي قوي، تستاهل بجد ان انتوا تجربوها. بصوا هحمرها بقى كلها كده، وهقلبها على الجزء التاني كمان،
وبعدين هوريها لكم بقى في الاخر بعد ما تطلع هيبقى شكلها عامل ازاي. استنوني. بصوا بقى يا جماعه، ده كده الشكل النهائي لبانكيك البطاطس. عايزه اقول لكم الطعم تحفه، و لذيذه جدا 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 ومفيده جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها تقولوا لي رايكم فيها ايه. يا رب الوصفه تعجبكم، ومكوناتها كلها بسيطه، ويا رب ان شاء الله كده الوصفه تكون سهله عليكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين، وتعلقوا لي تقولوا لي رايكم فيها ايه، واقول لكم دلوقتي اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه. بصوا بقى يا بنات، بعد ما عملت البطاطس، حبيت كده اعمل لهم صنف حلو في البيت، لذيذ جدا جدا جدا، وهم اصلا بيحبوا الشوكولاته. فالصنف ده هيعجبهم جدا جدا، وكمان سهل قوي 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 قوي. بعمله لهم على طول في البيت، بيحبوه، وكمان بيبقى يعني ايه احسن كتير من ان انا اشتري لهم حاجات بمواد حافظه وكده، بالذات ان هما بيعشقوا الشوكولاته جدا جدا جدا. عندي اول حاجه كده هي فينو عادي جدا جدا من اللي بنجيبه نعمل بيه السندوتشات. تمام. وعندي هنا ده صوص الشوكولاته اللي انا كنت عاملاه للزلابيه، بقى منه حبه كتير كده، فايه قلت ان انا اعمل منه. انا على طول اصلا بعمله في البيت من غير زلابيه ومن غير اي حاجه. وده الطبق اللي انا هعمل فيه ايه صنف الحلو اللي انا هعمله لهم دلوقتي. اهم حاجه تتابعوني وتشوفوا الفيديو علشان تجربوا الوصفه. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين. بصوا اول حاجه كده هشيل دول كده على جنب. دي المعلقه اللي انا هعمل بيها صوص الشوكولاته على الحاجه. هجيب بقى الفينو كده، طبعا عندي رخامه نضيفه جدا. هقطع الفينو حتت زي كده. تمام. ده ان انا اقطعه بالشكل ده كده اهو. عايزه اقول لكم وصفه سهله جدا جدا جدا، يعني ما بتاخدش ثواني، مش مكلفه خالص. احنا كده كده بنجيب الفينو عشان سندوتشات المدرسه وعشان الفطار، فاحنا ايه مش هتكلفنا كتير. عايزه اقول لكم الثلاث ارغفه فينو دولت هيعملوا معاكي كميه كتير، وهياكلوا الولاد وهيشبعوهم كمان. مش هيحتاجوا ان هم يجيبوا بقى كيكه من بره، مش هيحتاجوا ان هم يجيبوا اي حاجه حلوه من بره، ولا مواد حافظه بقى ولا حاجه من دي. تمام. هشيل بقى السكينه كده، وهجيب الفينو كده. هبدا ان انا ارصص الفينو الاول واحده واحده. هشيل بس المعلقه الاول. هجيب الفينو ارصصه كده اهو، كده اهو اهو. هرصصه كده، شايفينه برصصه ازاي. هشيل الزيادات كده الاول على جنب لحد لما اظبط الرصه كده، ان الطبق غويط بس مش واسع كده اهو. هجيب كده وهرصص بالشكل ده. انا ممكن اعمل طبقتين، يعني دي اول طبقه كده. بصوا هعمل ايه، هجيب صوص الشوكولاته اهو، هجيب منه زي كده بالمعلقه، واروح نازله فوق كل قطعه فينو بالشكل ده كده اهو. ماشي. صوص الشوكولاته دوت عشان الناس اللي يعني ما دخلتش القناه وما شافتهوش، بعمله بايه، يعني زي كوبايه الا ربع كده كاكاو، عليها كوبايه وربع لبن، عليه كوبايه الا ربع سكر، حسب السكر برضو حسب ما انتي تحبي. ممكن تقللي ممكن تزودي براحتك، بس انا بقولك المقدار المظبوط يعني. تمام اهو. دي اتعوجت هظبطها كده واحط لها شوكولاته كده. عايزه اقول لكم طبعا انا بحطها كده، بصوا هي بقت شبه اصلا الكيك كده في نفسها شويه. بسيبها شويه تشرب الصوص دوت، وبيجوا ياكلوها. بصوا بجد بجد كانك بتاكلي كيك يعني، ولا كانك بتاكلي مثلا فينو مثلا، مش بتحس ان هو فينو خالص. بصوا بقى باجي بعد كده بروح عامله كده اهو. احط بقى الفينو اللي زاد زي كده مثلا اللي اتبقى، بروح حاطه كده اهو.
وبروح حاطه عليه صوص برضو، بحيث ان هو ايه من تحت ياخد اللي على الفينو اللي من تحتيه، ومن فوق بروح حاطه له صوص زي كده. عايزه اقول لكم لذيذه جدا جدا، والصوص دوت حلو قوي قوي، سهل قوي قوي، اسهل من الشوكولاته السايحه. وبعمل منه كيكات بقى، يعني بحط على الكيكات بزين بيه الكلام ده كله. بينفعني جدا جدا، وسهل جدا ولذيذ جدا. اتمنى تجربوا الوصفه، يا رب الوصفه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.